السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا سلسلة تختيم كراش نترو كارد. معانا فريق كراش وفريق دكتور كورتكس. فهنبدأ بفريق كراش. وعشان افتح الشخصيات كلها لازم اختمها بفريق كراش وفريق دكتور كورتكس. فالبداية هتكون من عند كراش. طبعا انا مش هعمل كده، انا بس هختمها اللي هو اهزم البوسات، واحمل ملف سيف افتح فيه الشخصيات كلها. وبعد ما اخلصها اخش على الجزء اللي هو بتاع بلايستيشن 4 ده. عليك أن تتسابق كي تفوز بسباق النخبة وتذهب إلى المنزل. للمنافسة في السباق عليك اجتياز الطريق. إيه؟ العمل الدؤوب. اختار الدب ده، مش نسيت اسمه كرانش. افتكرت. يا ما لعبتهاش من وانا صغير يا جدعان والله. اللعبة دي كان ليا معاها ذكريات. فنرجع للذكريات بقى بالفيديو ده. ما شفتش حد عربي ختمها قبل كده، يعني حد ختمها ونزلها على اليوتيوب. من الأفضل أن تراقب جنسك. والآن هذا ما أتحدث عنه. أيها الصغير، اذهب 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 اذهب. عليك أن تحبه. يا هذا، عليك بإصلاح عادم سيارتي. افسح الطريق. انا عارف ان في اختصار هنا، بس انا الصراحة يعني لسه ما اتحكمتش في اللعبة اوي. اكتشف الفتحة. ما كنتش عارف اتحكم في الاول في نظام التفحيط. بقول لك بقالي كتير ما بلعبهاش. لو وصلت ل50 تفحيط بفرقة كراش بيتفتح لي النمر. ولو وصلت 50 تفحيط بفرقة دكتور كورتكس بيتفتح لي كراش المزيف. اللعبة دي بفضلها عن لعبة البلايستيشن 1. يعني لعبة البلايستيشن 1 مليانة شخصيات ياما، بس انا بحب دي اكتر. طبعا ما ننساش الريميك اللي حصل في بلايستيشن 4. الريميك ده كان جامد قوي، بس كان ناقصهم ان هم يضيفوا طور القصة بتاع بلايستيشن 2.
هنحمل كتير ولا ايه؟ تهانينا، لقد حصلت على جائزة. لو حصل وانطلقت قافزا سوف تحصل على دعم حينما تنزل إلى الأرض. كلما بقيت في الفضاء لمدة أطول كلما حصلت على دعم أكثر. وانا صغير كنت بخاف من شكل القمر ده والله. انا فاكر ان الجيم التاني. اوبا، هنجيب ان شاء الله في المبدأ. هنغير بقى، مع ان انا بفضل النظام اللي هو السرعة. كراش متوازن. نبدأ بكوكو، يعني ننوع. هو عيب الجزء ده ان مفهوش شخصيات كتيرة، وانك بعد ما بتختمها ما بتقدرش تلعب بالفرقة التالتة ولا الفرقة الرابعة، يعني ما بتقدرش تلعب بيهم في طور القصة. مشكلة النسخة دي ان التحميل فيها جامد، التحميل بيطول قوي، بس النسخة مدبلجة يعني. خفف السرعة. من سيكون ذاك؟ كيف وصل إلى هناك؟ انا مش هطلع الاختصار عشان احاول اجيب 50 بوست. اوبا، لا اصبر يلا، اصبر 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 اصبر. لا 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 يا جدعان، بوصل لل 30. أنا كنت بوصل لل 100 حرفيا. هيا اسرع. مستحيل اوصل لل 50. بطلع الاختصار بقى. مرحبا. بتهيألي لو عدت الجيم هوصل لل 50 لما بقابل البوس بقى، بحاول اوصل لل 50. الشخصية اللي هي رقم 8 دي كان نفسي اوي 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 وانا صغير العب بيها. كان نفسي لدرجة ان انا نويت ان اختم اللعبة، وحصل وان كنت اختم اللعبة. بص هنا شكل نايتروس اوكسايد على شكله عامل ازاي. وحصل فعلا ان كنت هختم اللعبة، وجيت على اخر ماب عامل بلاي ستيشن علق. كنت انا قاعد في سايبر، كنت عمال ازود بقى نص ساعة في ساعة في نص ساعة لحد ما فلست في اليوم ده. وكان تعب ومجهود جامد بقى، وفي الاخر البلاي ستيشن علق. كانت صدمة بقى. تهانينا، لقد حصلت على جائزة. الجيم التالت تقريبا انا فاكره. تيني تمبل بتاع ايه ده؟ افتكرته. نجرب كراش بقى.
احاول اجيب 50 مع ان صعب في الجيم ده ان اجيب 50. بص انا نيتروس اوكسيد ملوش هيبة خالص. في الجزء الاول كان هو الزعيم، اللي هو الزعيم النهائي اللي بتقابله. هي عيب النسخة المدبلجة دي ان هم حاسفين اللقطات السينمائية. بص الحركة دي، اكيد في حد هيفتح النار هنا. هيا تقدم. حطيت الفخ ولبسته انا. متعة اللعبة دي في الله متعة اللعبة دي في التفحيط. محدش يفتح النار. عايزين سرعة. مين اللي ورايا؟ من سيكون ذاك؟ في الجزء ده بنظام الفرق. من سيكون ذاك؟ طب ناخد بتاعتي مع اني مش محتاجها. ايه ده؟ والله لعبة جامدة أوي يا جدعان. لا بص أنا اللي حاططها وفي الآخر بلبسها. أيوة. كده بقى المفروض يعرضوا اللقطة السينمائية. أنا الصراحة لسه ملعبتهاش لحد دلوقتي. يعني ده البوس اللي أنا هقابله، على الأقل يعرض لي اللقطة السينمائية. بص كراش، ها اعرض لي بقى اللقطة. قطعها. عيب النسخة المدبلجة كده. انت عايز اعرف الوحش بيقول ايه، بس انا ممكن اجيبها. تهانينا. حينما تكون في وضع شريحة القوة المنزلقة سوف يظهر أمامك مقياس الدعم. حينما يتغير المقياس من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر سوف يتغير عادم عربتك إلى اللون الأسود. اضغط على زر المحفز للحصول على دعم قبل أن يتلاشى مقياس المحفز.
يلا يا حمادة بسرعة. هلعب بالبنت. هو كان هنا. هو ده الوحش. هلعب بالبنت لأنها التحويض عندها حلو. بس أنا كنت عايز أشوفه لما ظهر وبعد ما يخسر، بس هم حاسبين اللقطة السينمائية. بفكر إن أختم الجزء الأول، يعني أختمها بفريق كراش في النسخة المدبلجة، ولما أجي أختمها بفريق دكتور كورتكس أختمها في النسخة المترجمة، في النسخة قصدي اللي هي باللغة الإنجليزية دي، بيبقى مش مقطوع فيهم اللقطات السينمائية. اسمه كراني. بص عربة تنطلق. عمال يحدف توتة. ما مش فاهم في ايه. أنا الذي فعلت ذلك. تعالى لي بقى. هيا اقترب مني. سوف أتوقف عن مسايرتك الآن. ان شاء الله هجيب ال50 هنا. لا ده كويس. يلا نوصل ل50 ان شاء الله. ها هي هي بس وصلنا ل50 الحمد لله اخيرا. اهو بص. congratulations you have unlocked بورا اللي هو النمر. احفظ يابا. جيبولنا اللقطة السينمائية دي على الأقل. ياه تلعب لعبة قصة وتفضل تدوس سكيب سكيب، وفي الآخر تقول لك، في الآخر تقول ايه اللعبة العقيمة دي. إنجاز عظيم، لقد فزت بمفتاح. congratulations you have unlocked assistance. احفظ يا عم الحاج. ساعة بقى عشان يحفظ. تهانينا، تمكنت من فتح بوابة هذا العالم. ادخل من البوابة كي تنطلق إلى عالم جديد، حيث المزيد من حلبات السباق للمنافسة فيها.
وحظ سعيد. انا حاسس ان هو كده خلاص احنا وصلنا لنهاية الفيديو. يا شخصية دينجولدايل دي، انا فضلت بتاع 10 سنين مش عارف هو تمساح ولا بقرة ولا ايه حكايته، بس هو غالبا تمساح، بس شكله عامل زي شكل البقرة. بس دي الشخصية المفضلة ليا اللي بحب ألعب بيها دايما. هنا تحس إنه مجنون، ده بسبب الجهاز اللي على دماغه. الفريق كله عليه جهاز، حتى انت هتلاقي النمر والدب وال ودينجل داي. هنا المحفز مساعدك الآلي. بإمكان المحفز. بس كده وصلنا لنهاية المقطع، بس أنا عايز بس أوريكم حاجة. يلا يا عماد بقى بسرعة. لا إله إلا الله. هنفضل لودينج كده كتير ولا ايه؟ اللعبة شكلها علقت. بص هنا فتحت النمر اهو، هتلاقي على راسه جهاز، وزي ما انتوا كنتوا شايفين التمساح على راسه جهاز والدب على راسه جهاز، وده بقى اللي حاطط عليهم الجهاز عشان يبقى مكون تيم ويشارك في السباق انترانس. وده نيتروس اوكسايد، الزعيم اللي كان ظهر في بلايستيشن 1، الجزء بتاع بلايستيشن 1. لو لعبت بقى بفرقة دكتور كورتكس هفتح كراش مزيف، بس هم حاطين كراش مزيف في فريق كراش، مش حاطينه في فريق دكتور نيو كورتكس. بس وكده وصلنا لنهاية المقطع، عشان ما اطولش عليكم استناكم في الجزء التاني. يلا سلام.